من السنن المهجورة أيضا أن جل المصلين، إن لم نقل كل المصلين، لا يشاركون الإمام في قوله سمع الله لمن حمده، وإنما يكتفون بقولهم ربنا ولك الحمد. هذه إضاعة لذكر في موضع وخلط في هذا الموضع لذكر آخر. أعني هناك انتقال من الركوع إلى القيام، وهنا ورد وهو سمع الله لمن حمده. متى يقول سمع الله لمن حمده؟ أول الرفع. فنمثل الآن هذا راكع، سمع الله لمن حمده.